اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. هاتي بولة كده وتعالي حطي فيها كوباية من اللبن، وحطي كمان فيها بضاية. هنعمل مع بعض وصفة أكلة مطاعم. بجد بجد هتطلع معاكي روعة. بس اعملي كده نفس الخطوات اللي احنا عملناها والدنيا هتظبط معاكي. دي رشة من البهارات الفراخ او 7 بهارات، المتوفر عندك حطيه، مش متوفرة مش مشكلة، مفيش اي مشاكل خالص. هاتي كمان رشة فلفل اسمر، هاتي رشة ملح. البهارات المتوفرة عندك وولادك بيحبوها حطيها، مفيش اي مشكلة يعني. سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى، وانزلي برشة من التوم البودر، رشة من البصل البودر. زي ما قلتلك كده تبلي على كيف كيفك. هنا بقى كده انزلي ب4 معالق من الدقيق، وابتدي قلبي الخليط ده كده كويس قوي. بقى كده بعد ما خلطنا الدقيق مع اللبن مع كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحسيت ان هي عجينة تقيلة كده، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بقى كده نص كيلو من البانيه، ونبتدي ننزله في الخلطة دي في الخلطة دي هتعملي خلطة روعة. بصي مش هتاخد في ايدك صدقيني ولا وقت ولا مجهود، وجربيها وده على ضمانتي وعن تجربة. بجد حاجة عظمة بأمانة الله، وهم حلوة جدا جدا. هننزلها في الخليط بتاعنا ونسيبها كده على جنب شوية، ربع ساعة نص ساعة، ونبتدي ان احنا نشتغل بيها. هنا بقى كده سمي الله وصلي على الحبيب. وفاكرين البقسماط اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، اللي كنا فارمين العيش الفينو ومتبلينه؟ بجد بجد ريحته وهم وحلو جدا جدا. وهنجيب بقى الفراخ اللي في الخلطة بتاعتنا دي، وهنبتدي نحطها في البقسماط بتاعنا. هنطلع كده، واهم حاجة واهم خطوة انك لما تحطي قطعة البانيه كده في البقسماط بتاعك، تضغطي جامد جدا جدا علشان خاطر يتشرب البقسماط كويس قوي قوي. وده اللي بيثبت القشرة، بيخليها كمان ما تطلعش منك نهائيا. بجد حرفيا هتاكلي حاجة حلوة قوي 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 بجد. كان طعمه حلو قوي، والطريقة زي ما انتم شايفين سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة خالص نهائيا. بصي واضغطي كده بايديكي زي ما انا ما بضغط، ودي اهم خطوة انك تضغطي كده بايديكي علشان تطلع معاكي شاربة بقسماط كويس جدا. طاسة بقى على النار فيها شوية زيت، وهنبتدي ننزل بالبانيه بتاعنا. بس تكون النار متوسطة، وانا بحب انزل يكون الزيت سخن بس مش مقدوح. تمام. واول ما اجي اقلبهم كده هوريك ان القشرة ثابتة، وكمان ولا فكت ولا حصل اي حاجة خالص نهائيا من اللي الناس بتشتكي منها. وهنا بقى كده اللهم بارك، زي ما انت شايفة كده اللون الحلو بتاعها دوت. وبنقلبها على الناحية التانية، والنار متوسطة ليه؟ علشان خاطر الفراخ بتاعتي تستوي من جوه. وهنا بقى كده ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. حاجة عسليات حلويات كده زيكم. طريقتها حلوة قوي قوي، ان انتي تحطي اللبن والبيض والدقيق والبهارات مع بعض. بجد روعة روعة روعة. جربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. طريقتها بقول لكم روعة، والطعم كمان حكاية. واقول لكم زي ما بقول لكم كل مرة، ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.